سيادنا السلام عليكم. إذا طاحت لك الطوموبيل أون بان فراه يمكن لك أنك تحل الكابو باش تشوف الموتور وتعرف المشكل اللي واقع. أنت كديفلوبر إذا كان الفرونت اند ما خدامش بالطريقة اللي بغيتي فراه يمكن لك حتى نتا تحل الكابو وتشوف اش واقع. صراحة ماشي غير الكود ديالك اللي ممكن أنك تشوف، اش بان لك في أنك تشوف الكود ديال الناس الآخرين. في الآخر ديال هاد لا فيديو غادي تقدر أنك توصل وتستخدم الويب براوزر ديفلوبر تولز. الأغلبية ديال الويب براوزرز كتكون مجهزة بديفلوبرز تولز اللي كتمكن الديفلوبرز باش يديروا انسبكت اولا التفحص ديال لي كود ديال HTML CSS و جافا سكريبت. كذلك باش نديروا تتبع ديال HTTP ريكويست للويب سيرفر، نتاكدوا من المشاكل ديال البيرفورمانس، نراجعوا السيكوريتي ديال الويب بيج ديالنا. يلا نكتشفوا اكثر وحنا كنشوفوا الهوم بيج ديال الويب سايت ديال هذا الريستو ديالنا. باش نبدا انا فتحت الويب بيج ديال الريستورون في النافيغاتور ديال كروم. في الهوم بيج يمكن لي نشوف المنيو ديالهم، ولكن انا بغيت دابا نشوف ال HTML structure ديال هاد المنيو. فباش ندير هاد الشيء فانا كنحتاج باش نفتح developer tools. باش ندخل developer tools في كروم يمكن تبرك على البوتن F12 في الكيبورد في البيسي ويندوز ديالك، اولا كوموند اوبشن جي في الماك، اولا من غير هكا يمكن لك دير كليك دغوا في الويب بيج وتسيليكسيوني انسبكت. كنلقاو بزاف ديال التابس في هاد الصف الفوق ديال developer tools اللي كيوفروا لينا وظائف مختلفة. في هاد لا فيديو غادي نهضر لكم بطريقة معمقة على الأدوات المستعملة هنايا. أولا خلينا نحلو الكونسول تاب. هاد التاب كتورينا الجافا سكريبت لوغ والايرورز من الويب ابليكيشن. السورس تاب كتورينا الكونتنت اللي كيبان في الباج ديالنا وكيتضمن ال HTML CSS جافا سكريبت الايمجز والفيديوز. في النيتورك تاب كيمكن انك تانسبكتي تايم لاين وديتيلز ديال ال HTTP ريكويست و ريسبونسز للويب بيج. البيرفورمانس تاب كتبين لينا اش كيدير الويب براوزر في الوقيته فاش خدام. هو صراحه كيكون مزيان اذا كان الويب اب ديالك خدام بشويه، حيت كيمكن لك تحدد الفانكشنز اللي كيشدوا الوقت بزاف. الميموري تاب كتبين الاجزاء ديال الكود اللي كيكونسوميو ريسورسز كتر. اخيرا خلينا نشوفوا اخطر طاب كنخدموا بها واللي هي الاليمنتس طاب. يمكن لك تستعمل هاد الطاب باش دير انسبكت للدوكيومنتس HTML elements والبروبرتيز ديالها. فمثلا فاش كنبقى ندور فوق شي element في الاليمنتس طاب فراه كيدير واحد الهايلايت لهاد الاليمنت في الجزء ديال البراوزر. فالجهه اليمنيه ديال البانل كيكونوا عندنا تابس باش نديروا الانسبكتينغ للديتيلز elements بشكل كبير. هاد البانل كيبين لينا كيفاش طبق CSS على شي element و result ديال هاد الاليمنت اللي كيبان في البراوزر. غادي نشوفوا هاد التفاصيل في درس واحد اخر. في هاد الوقت الحاجه اللي خاصك تعرف هي اذا كليكيتي على شي HTML element فغادي يبانوا لك دي زانفورماسيون على هاد الاليمنت في الطاب. دابا غادي نوري لكم واحد تريك زوينه شي شويه. اذا بركتي جوج مرات فوق ال HTML فراه يمكن لك انك تبقى تيديتيه في الويب براوزر ديالك. مثلا اذا سيليكسيونيتي اور منيو بادي element فراه يمكن ليا انني نبدل first item في هذا المنيو من chicken burger ل turkey burger. هادشي ما كيبدلش الكونتنت في الويب سيرفر، هو غا كيدير واحد الابديت فاش الويب بيج كتكون مفتوحه وصافي. فاذا عاودت فتحت الويب بيج مره اخرى فراه غادي دير ريسيت. الويب براوزر ديفلوبر تولز كتعتبر جزء مهم من الديفلوبمنت تول الخاصه بك باش يعاونوك باش تقلب وتحل المشاكل. ودابا وليتي عارف كيفاش تخليهم وتستعملهم. هادشي دابا واعر بزاف معلم ياك.